انا راه ما تنبيعش بالجمله، عنده فكره هو مرسخ عليه الحاجه اللي كتجي من برا لا نقاش فيها. هذا هو اللي كيجي معاه دوريجين. ورحمه الله تعالى وبركاته. من بعد ما درت لكم واحد الفيديو على الفرس الصحي، وطبعا لقى واحد الاستحسان ولله الحمد كبير، بحكم انهم الاخوان جربوا وعجبهم، وكاع الاخوان اللي شافوا عند الاخوان اللي جربوا عجبهم. ولا عندي واحد الطلب اللي عليه كثير بزاف. على العموم بين قوسين انا راه ما تنبيعش بالجمله. واحد العدد كيقول لي ودي بالجمله لانه ما نقدرش نغطي الحاجيات ديال هذا الشيء هذا، لان الظروف ديالي ما كتساعدش. اولا كنخدم بالعظم، ثانيا كنخدم بيدي، وهذه الريحه ديال العظم انها كريهه بزاف حاشاكم. يعني الناس ما كيقبلوهاش ليا، الجيران يعني غادي يخلق لي مشكل معاهم. هذا من جهه، وكنخدم بالعظم، وكتعرفوا العظم والعظم ديال الجمل هو باش كنخدم، لانه هو اللي كيعطي هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه. اذا ما نطولش عليكم، غندخل لكم في التفاصيل. اذا دابا كاين واحد النوع ديال البشر اللي سبحان الله العظيم عنده فكره هو مرسخ عليه الحاجه اللي كتجي من برا لا نقاش فيها. يعني ما وخضل تقول ليه اللي غتقول ليه، غيقول لك ودي هذوك الناس راه ما جاو ودرسوا وداروا فعلا وكذا وكذا هذه الى اخره. ما يمكنش انهم راه غادي يديروا الخطا ولا شي حاجه. حنا غادي نحطوا غير واحد المساله، وغادي نديروا واحد القراءه ديالنا، وانت اللي غادي تحكم وتكتب لنا في التعليقات ديالك. اذا دابا هذا فرس اللي كيجي مع البانجو دوريجين، هذا هو اللي كيجي معاه دوريجين. اذا هنا غادي نديروا ليه واحد التحليل. هذا شنو كنلقاو؟ هذا فرس كيتكون من جوج ديال الانواع ديال الخشب. ما غاديش نذكروا الاسماء باش ما ندخلوا كما قلت لكم في شي تعليقات اللي غير كتعطلنا بلا فايده، ما كتفيدنا بحتى حاجه. اذا هذا كيتكون من جوج انواع ديال الخشب. علاش كيتكون من جوج ديال انواع ديال الخشب؟ لانه كيجيو بالضبط فين كيديروا هذا النوع ديال الخشب، كيديروه من الفوق. معنيتها شنو هو؟ انهم تيقلبوا واحد النوع ديال الخشب اللي يكون صلب باش يدوزوا فوق منه الوترات، يعني كيمشيو وكيجيو ما يخلقوش شي مشكل انهم غادي ينجروا لينا هاد الفرس مزيان. اذا داروه من واحد النوع ديال الخشب اللي هو صلب، بحال الشكل مثلا ديال هذا او ديال هذا. هما ما داروش طبعا من هذا، ولكن داروه من هذا النوع ديال هذا الخشب هذا اللي هو فصيلته هانتوما كتشوفوه. حنا شنو درنا؟ شدينا هذا الخشب هذا اللي داروه هما من هنا، صوبنا به حنا حمار كله، يعني درنا به هذه كلها. هذا الشوي اللي داروه هما من هنا حنا صوبنا به هذه كلها، هذا هو. ولكن هذا الشوي اللي زادوا من هنا هما هذا شنو درنا عليه؟ حنا دخلنا ليه العظم. درنا العظم، والصلابه والقوه ديال العظم ما توصلش طبعا، ما يوصلش ليها الخشب. يعني يكون هذا الخشب صلب حتى هي ما غاديش يوصل القوه ديال العظم. يعني هذه مساله مفروغ منها. زائد المساله اللي هي مهمه ومهمه بزاف، كلشي تيقلب على النغمه والرنه. اذا النغمه هذا ملي كنديروا العظم كتكون المده ديالو طويله بزاف، يعني ديك كتمشي معنا ياك. ولكن الا درنا الخشب المده ديالو طبعا كتمشي، ولكن ما كتوصلش للصوت اللي كيكون العظم. هذه مساله مفروغ منها. غادي نعطيكم واحد الدليل اللي هو قاطع. فاش كنمشيو للجيتارات اللي غاليين، خلينا من الجيتارات اللي مايان ولا الى اخره، كنتكلم على الجيتارات اللي مخدومين كلهم باليد وعندهم شي كيتباعوا بشي اثمنه اللي هي خياليه. بالنسبه لنا حنا كنتكلموا ولاد الشعب، يعني كنلقاوهم شنو دايرين. هذه كتكون من العظم، الفرس هاد اللي كتكون هنا كتكون من العظم، والعتبه كذلك كتكون من العظم. يعني هذو مساله مفروغ منها لا نقاش فيها، بلا ما نتكلموا البلاستيك ولا راه كتكون في هذه الشركه ولا. المهم هذه مساله مفروغ منها. العظم كنلقاو يعني العظم والمنطق. العظم راه كتعرف لا يعلى عليه بالنسبه لهاد الحويجات هادو، طبيعي كذا زائد الى اخره، فيه بزاف ما يتقال. المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. زايد انه هانتوما كتشوفوا هذه ضربت واحد الفتره وشنو وقع ليها. هذه الشركه اللي جايه الناس العشاقين اللي كيامنوا بداك الشيء اللي كيجي من برا. هانتوما هاد الديب ان هانتوما كتشوفوا، هانتوما
كي طالع، يعني هادو جوج فوق المسطره وهادي طالع، يعني مع المده مع لي كورت كيهبطوا تينزلوا كتدير الجناح كتغرب او كتعوج الى اخره. اذا هنا هذا الخشب هذا القوه ديالو ما بقاش كتعطينا، ما بقاش شاده لينا هذا الكيليبر. علاش؟ لان هنا مفتوح وهنا مفتوح بحال الشكل ديال هذا، ولكن هنا ملي كيكون العظم يعني هنا يعني بحال درنا واحد البودره من الفوق، يعني كتخلي شاده الصح زائد النغمه. اذا هنا حلل انت مع عقلك وفكر، وما تكون مع هذا ولا مع هذا، قول كلمه الحق، واللي جربوا يقول لينا اشنو كي جاه. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو، وتبارك الله عليكم. خوكم بن صالح دكتور الآلات الموسيقيه كما سميتوه نتوما.